اخر مستجدات تجديد صلاح واللعبه اللي بتلعبها ليفربول على صلاح عشان يجدد. مرموش راح السيتي ولا لا؟ مهاجم ارسنال الجديد وصفقه برشلونه. خناقات فرق الدوري الانجليزي بسبب الصفقات وتجديد عقد فان دايك. حلقتنا هتبقى عن اخر اخبار الانتقالات النهارده، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك. ويلا بينا نبدا. خلينا نبدا كلام كده من انجلترا واستون فيلا. استون فيلا حاطط عينه على اسينسيو لاعب باريس سان جيرمان ومهتم جدا بالصفقه دي، ومهتم كمان بكلام باريس سان جيرمان الصفقه التبادليه ما بين كولومواني ودوران. باريس سان جيرمان عايز يعمل صفقه تبادليه، عايز دوران من استون فيلا ويديهم كولومواني وعليهم كمان مبلغ، ودي الحاله الوحيده اللي هتخلي استون فيلا يبيع دوران. غير كده استون فيلا اعلن انه دوران مش للبيع. طيب نخش بقى على مانشستر سيتي. مانشستر سيتي حسم صفقه المدافع عبد القادر خوسانوف، وحاليا بيحاول يخلص بقى صفقتين. اول واحد هو مرموش اللي اتفق معاه على كل الشروط الشخصيه، باقي بس اتفاقهم مع فرانكفورت على سعر اللاعب. فرانكفورت عايزه حوالي 80 90 مليون والسيتي عايزين يخلصوا على 50 او 60. بس عمر مرموش بيضغط على فرانكفورت عشان يروح السيتي في الشتاء في يناير. طيب السيتي كمان قدم عرض رسمي لبالميراس عشان اللاعب فيتور رايس، ممكن في كلام ان السيتي هيسيبه مع بالميراس لباقي الاعاره لباقي الموسم. والملف الاساسي بالنسبه لمانشستر سيتي ملف خط الوسط البديل لرودري، لسه ما فيش كلام كتير عليه. اللاعب الوحيد اللي اتكلموا عليه والكلام نام بعد كده هو ايدرسون خط وسط اتلانتا. طيب نخش بقى على مانشستر يونايتد. اموريم عايز كولومواني. الاداره بتفكر ان هي تروح تجيب اعاره لنهايه الموسم وبعد كده يشوفوا هيعرفوا يخلصوا فيه ولا لا. وفي كلام كمان على باك شمال من ايطاليا اسمه دوروجو. اموريم ومانشستر يونايتد حاطين عينهم عليه، وخصوصا ان اللاعب مناسب قوي لطريقه لعب اموريم اللي هي 3-4-3. طيب اللي ممكن بقى يمشوا من مانشستر يونايتد، مانشستر ما عندوش مانع ان هو لو جالهم عرض لكوبي ماينو او جارناتشو يبيعوهم بحوالي من 50 ل 55 مليون. كوبي ماينو فعلا جاي له عروض او تشيلسي بيفكر ان هم يخلص فيه، وجارناتشو في فرق كتير في اسبانيا مهتمين بيه. طيب مين تاني ممكن يرحل؟ راشفورد خلاص خرج من حسابات اموريم رسميا، وهو غالبا هيطلع اعاره الشهر ده. طيب بما اننا اتكلمنا على راشفورد خلينا نقول الفرق المهتمه بيه. برشلونه طلع كلام رسمي خلاص ان برشلونه بيفكروا جدا في اللاعب اعاره 6 شهور الجايين، واللاعب مرحب جدا. واللي كمان ممكن يخلي الصفقه تمشي ان راتب راشفورد 10 مليون في السنه، باقي منهم 5 مليون للست شهور الجايين، وراشفورد على استعداد ان هو يتنازل عن 2 مليون. يعني برشلونه كل اللي هتدفعوا راتب للاعب في 6 شهور 3 مليون. على الناحيه الثانيه بقى سيلتا فيجو عايزين باو فيكتور اعاره لنهايه الموسم. طيب خلونا بقى نرجع تاني لانجلترا والارسنال. ارسنال بيبص على مهاجم بوتافوجو البرازيلي ايجور خيسوس، لاعب عنده 22 سنه، وارسنال على استعداد ان هم يخلصوا فيه في يناير عشان يدعموا حته المهاجم الصريح اللي بيلعب فيها بقى شويه خيسوس وشويه هافرتز، بينافسوا مع اللاعب تشيلسي ونيوكاسل وفولهام. ومن ارسنال بقى نروح للقطب الثاني من لندن، تشيلسي بيفكروا في ديلاب مهاجم ابسوتش، بس ابسوتش رافض تماما ان هو يبيع اللاعب في الشتاء. وكمان بسبب موضوع مودريك وحوار المنشطات ده بيفكروا في وينج شمال جيتنز من بروسيا دورتموند ونيكو ويليامز من اتلتيكو بالباو. غير طبعا ان هم بيراقبوا وضع كوبي ماينو كده زي ما قلنا في الاول من مانشستر يونايتد. واللاعب اللي تشيلسي حط عليه جيتنز ده برضه هيرخموا عليهم في الصفقه دي ليفربول. اللاعب عليه منافسه من الفريقين، وبروسيا دورتموند طالبه فيه 50 مليون. وعامة ما اعتقدش ان ليفربول ممكن تخلص في جناحه وعندهم كل المهاجمين دي، فهو لو هيبقى اقرب هو اقرب لتشيلسي اكتر من ليفربول. طيب بما اننا بقى جينا لحته ليفربول خلينا نتكلم الاول عن فان دايك الكلام بيتقال رسمي خلاص ان هو جدد، واللعبه بقى اللي ليفربول بيلعبها على محمد صلاح. ليفربول عارفين ومتاكدين ان محمد صلاح رغبته الاولى هي ليفربول بس، وبيستغلوا حته ان محمد صلاح كل تفكيره في الارقام القياسيه، وان هو عايز يفضل اطول مده ممكنه في اوروبا، وان هو حاليا بسنه الحالي ده هو ما فيش فرقه في اوروبا ممكن تراهن عليه 2-3. فليفربول فاهمه ده كويس وعشان كده بيلعبوا اللعبه دي. على الناحيه الثانيه محمد صلاح فاهم برضو اللعبه اللي هم بيلعبوها عليه، عشان كده دايما طالع في الاعلام وبيصدرهم للجماهير وبيستغل نقطه ان الجماهير في صفه. طيب ايه اخر الكلام اللي كان طلع على التجديد اصلا؟ اخر الكلام ان ليفربول عايزين سنه واحده، محمد صلاح عايز 3 سنين. اتواصلوا ان هم ممكن يكون 2 سنين مع خيار التجديد لمده سنه على حسب مستوى اللاعب. وكمان اتقال ان ليفربول زودوا الراتب الاسبوعي لمحمد صلاح من 350,000 ل 400,000، بس محمد صلاح رافض ده. فليفربول ومحمد صلاح بعاد قوي في المفاوضات، بس هم هيتفقوا لان ليفربول مش هتلاقي احسن من محمد صلاح حاليا، ومحمد صلاح مش هيلاقي فرقه مستقره واخد وضعه فيها زي ليفربول. طيب نختم بقى بكفاراتسخيليا. الخناقه عليه في الساعات الاخيره كترت قوي. باريس سان جيرمان
يتكلموا عليه، وخصوصا لو كولو مواني طلع لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد نفسهم عايزينه عشان حته الوينج الشمال اللي هتبقى فاضيه عندهم بعد خروج راشفورد المتوقع. غير ليفربول برضو اللي بتلاقيه داخل يزاحم كده في اي صفقه، ومش فاهم ليفربول عايزين مهاجمين او وينجات شمال ليه وهم عندهم جاكبو وعندهم دياز وعندهم يوتا كمان. وبس كده، دي كانت اخر اخبار الانتقالات في الساعات الاخيره دي. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.